طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. حقوا وأخواتكم ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الحمار حسن الألباني. لا إله إلا الله. رقم 1 أبو بكر في الجنة. رقم 2 عثمان في الجنة. رقم 3 عمر في الجنة. ورقم 4 عائشة في الجنة. هذا الحديث يا أخواني فعلا حديث ولكنه ينطبق في صالحنا من المجتمع الشيعي. يصحح هذا الحديث أن فعلا من سب الأصحاب فعليه لعائن الله والناس والملائكة أجمعين، لأن اللي سب الإمام علي الله يلعنه حتى يوم القيامة، والناس تلعنه والملائكة اللي يلعنه. احنا ما نلعن، لا إله إلا الله. اللي لعن أبو سفيان الله يلعنه في الدنيا والآخرة، واللي لعن معاوية إمام المؤمنين أمير المؤمنين معاوية لعن الإمام علي. هيك ناس ما تفتح الحديث وتحطه كما هو موضح في المكتب، ولكن أنا أعتز بهذا الحديث. راح أغير الأسامي، أكتب في النار معاوية، راح أضيف فوق في النجمة هيك ناس فشل حاطين نجمة إسرائيل والكذا حق المسلمين كفر. لا إله إلا الله. هكذا نختم مقتلنا إخواني. تفضلوا بعد عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويلعن هؤلاء.